الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله والتابعين. الحمد لله والشكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل منكم عملا فليتقنه. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن أراد الله أن الأخ إبراهيم صالح هو الذي يصنع هذا المطبخ ويتقنه، وهذا الإتقان هو طاعة لله تبارك وتعالى، ونحسبه كذلك عند الله تبارك وتعالى. جزاه الله خيرا عنا وعن كل الذين يفعلون أو يعملون عنده مثل هذه الأشياء، وبارك الله له وفيه وعليه وفي آله وفي من يعملون معه. ودائما نقول لهم: امتثلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل منكم عملا فليتقنه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. شكرا يا شيخ، ربنا يتم عليهم بخير يا رب. شكرا، ربنا يتم عليكم بخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. النهارده معانا ان شاء الله المطبخ اللي كنا عملنا لحضراتكم فيديو احنا والعميل صح الشيخ ابراهيم. النهارده ان شاء الله خلاص العروسه ربنا يتم عليهم بخير حطت كل حاجه في مكانها. ده بدايه مطبخنا، ده شكل المطبخ. معانا ضلفه، طبعا الضلفه بمقبض، ده ديكور تحت حط فيه ليد، مفصله طبعا سوفت كلوز، مفصله سوفت كلوز ستانلس، ده المفصله ستانلس ما بتصديش. ده شكل الضلفتين ما بيتقفلوا مع بعض. هنا المطبقيه دراع سوبرجيت، مطبقيه ستانلس. طبعا عملنا هنا قطع الغساله الاوتوماتيك، قطعه فوق خل. هنا الحوض ضلفتين تحت الحوض. طبعا الحوض زي ما انتم شايفين واخد الفلتر، واخد حاجات كميات كبيره اهي. تمام، ده شكل الضلفتين ما بيتقفلوا. هنا درج، هنا درج قسم ضلفه الانبوبه. طبعا مفيش اي من تحت، الانبوبه تطلع وتخرج وتطلع وتخش تاني عادي. هنا فتحه للصواني صغيره، ركنه كبيره ما شاء الله. معانا جنب المطبقيه ضلفه. طبعا زي الضلفه معانا الضلفه برضك فرش، اللي هي الميدور فرش. يعني معانا الضلفه مطبقيه برضك الركنه. معانا ضلفه يمين الشفاط، ازاز فاميه. طبعا ده خط مرسوم اسود زي نفس اللون. معانا شفاط هرمي الجنب التاني برضك شمال شفاط ضلفه. عملنا قطع الميكرويف هنا. طبعا الميكرويف حجمه صغير بتاع حجمها كبير، بس حكم القطعة معانا كده. دراع اللاب فوق، عندنا هنا فوق الثلاجة قطعة. معانا هنا عملنا ترولي ألومنتال، ده ألومنتال عاملينه على ايدينا.
نفس الركنة اليمين هي شمال. عندنا هنا برضه برجين قسم. هنا طبعا ديت حاجات للبصل والطماطم والثوم الزبدة. عندنا هنا دلاب مقشات في بداية المطبخ. من فوق الحاجات محطوطة، هيئة التنظيف محطوطة فوق. تحت المقشات زي ما انتم شايفين والمساحات، جميع أدوات التنظيف بقى فيهم المشابك. طبعا الإطار دوت ماشي كله مع بعضه كده، إطار تحت داخلي تحت كله إطار ألمونتال بنفس المنظر اللي انتم شايفينه ده. ده كده شكل مطبخنا. ربنا يتم على الإنسان بخير ويسعدهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. السلام عليكم ورحمة الله.